ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. النهاردة معانا اختراع جديد وعجيب من شركة هواوي. طبعا احنا عارفين ان في الفترة الاخيرة ما بقاش في اي شيء جديد يلفت الانتباه، خصوصا في مجال التقنية، الهواتف والساعات الالكترونية، السماعات، كله شكل بعضه ومفيش اي جديد. كل يوم ينزل موبايل جديد نفس الهاتف والموبايل اللي قبله، بس زيادة عليه شوية تحسينات وخصائص جديدة وخلاص. لكن الاختراع اللي هنتكلم عنه النهاردة ان شاء الله مختلف شوية، وهو من شركة هواوي، واللي دايما بتكون سباقة في مجال التكنولوجيا. ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن هواوي واتش بادز، ساعة جديدة من هواوي ومعاها سماعة بلوتوث في نفس الوقت، 2 في 1. تعالوا نتعرف على خصائصها ومميزاتها وطريقة تشغيلها. واللي عاوز يشتري ساعة جديدة فيها كل المميزات أو سماعة بلوتوث بمواصفات قوية يشوف الاختراع ده الأول، لأن ممكن تشتريه وتبقى اشتريت ساعة وسماعة مع بعض وتوفر على نفسك فلوس كتير. يلا بينا، خلينا نفتح الكرتونة الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. محتويات العلبة بتاعت الهواوي واتش بادز: طبعا الساعة، ده الرابرات عشان اركبهم للسماعة، وده الشاحن بتاع الساعة، رابرز زيادة علشان المقاس بتاع الأذن، كتيب التعليمات، والكفالة بتاعة الساعة والسماعة. هي دي كامل محتويات العلبة. طبعا الساعة من النظرة الأولى هتشوفها ساعة عادية وجميلة، نفس الساعات اللي دايما بتعملها هواوي. خلينا نختار اللغة العربية. شاشة أموليد بحجم 1.43 إنش وإطار من الستانلس ستيل. الجميل فيها انك بعد ما تضغط على الزر ده هيظهر لك الاشعار ده طبعا، وهتفتح السماعة البلوتوث، يعني كأنما بتستعمل جهازين في جهاز واحد، ساعة وسماعة في نفس الوقت. بصراحة فكرة جديدة وجميلة. خلينا نتكلم أول حاجة عن الساعة ومواصفاتها، وبعدين هنتكلم عن السماعات. طبعا بالنسبة للساعة فيها كل حاجة. الساعة دي بتحسب لك نسبة الأكسجين في الدم، بالإضافة لعدد دقات القلب والسعرات الحرارية والكالوريز وعدد ساعات النوم. الجميل إن فيها 10 أوضاع رياضية احترافية زي الجري والمشي وركوب الدراجة وهكذا، تقدر تضيف فيها 70 رياضة مختلفة. أما بالنسبة للسماعات زي ما قلت لكم، بمجرد الضغط على الزر ده هتتفتح ويظهر لك السماعات البلوتوث. الحلو في السماعات دي انها راكبه باحكام عن طريق المغناطيس وثابته، يعني بمجرد ما تركبها كده هتشبك على طول دايركت بالمagnetic او بالمغناطيس. كمان الغطا بتاعها المتانه بتاعته عاليه جدا وقوي جدا. الجميل والرائع في السماعات دي ان مفيش فيها يمين ويسار، يعني الاذن ممكن البس دي في الاذن ناحيه اليمين او ناحيه اليسار، مفيش اي مشكله. كذلك دي برضو ناحيه اليمين او ناحيه اليسار، مش زي باقي السماعات اللي لازم ليفت ورايت او يمين ويسار. برضو لما اجي اركبها عن طريق المغناطيس احطها في الساعه، ممكن اركب دي هنا وممكن اركبها هنا، مفيش اي مشكله. كمان وزن السماعات دي خفيف جدا جدا ومريح في الاذن جدا. بالنسبه للصوت اثناء المكالمات فواضح جدا في السماعات دي ان فيها ميزه النويز كانسلنج او عزل الضجيج والضوضاء اثناء المكالمه. لو جالك اي مكالمه مفيش اي داعي تطلع الموبايل بتاعك، يعني لو حد اتصل عليك تقدر تفتح بس كده وتطلع السماعه اي واحده فيهم يمين او يسار وتلبسها وتجاوب على المكالمه على طول. مفيش اي داعي ان انا اطلع الموبايل بتاعي او استعمله. السماعه دي مقاومة للماء والغبار بمعيار الاي بي 54، يعني مقاومة لرذاذ المية والعرق اللي طالع من الجسم فقط. كمان الساعة بتيجي بنظام تشغيل هيرموني او اس الخاص بشركة هواوي، والجميل فيها انها بتدعم اللغة العربية. تقدر تغير الخلفية بتاعت الساعة عادي جدا عن طريق انك تضغط ضغطة مطولة هنا في منتصف الشاشة وتختار منها الخلفية اللي انت عايزها. بس الحلو قوي ان حتى الخلفية بتبين لك نسبة السماعات قد ايه، يعني شحن السماعة 91 والسماعة التانية 93%، فمش محتاج اي خلفية هتحطها تقدر تعرف السماعة باقي فيها شحن قد ايه بالظبط. ودي حركة بصراحة جميلة جدا وجديدة من هواوي، ان الساعة بتشتغل على جميع اجهزة الموبايل، الاندرويد او حتى الايفون. ممكن تشغل او تشبك الساعة دي على ايفون، سامسونج، تليفون هواوي، ايا كان نوع التليفون، عن طريق تطبيق برنامج هواوي هيلث. لو شحنت الساعة دي بنسبة 100% عبر الشاحن بتاع اللي هو الوايرلس ده، الساعة تديك 4 أيام شغل متواصلة. أما بالنسبة للسماعات اللي موجودة جوه، فالسماعات دي لو أنت مشغل النويز كانسلنج أو عزل الضوضاء وبتعمل مكالمة هتقعد معاك 3 ساعات متواصلة. أما لو مش مشغل عزل الضوضاء
هتقعد معاك 4 ساعات. سعر الهواوي واتش بادز $532 او حوالي 17,000 جنيه او 1999 ريال. كل شيء في الساعه جميل جدا، طبعا انصح اي حد ان هو يشتريها. مشكلتي الوحيده مع الساعه دي انها غاليه جدا علينا قوي بصراحه. طبعا هي حاجه جديده من هواوي، يعني ما شفناش ساعه ومعاها سماعه في نفس الوقت، دي جديده، ولكن برضه يظل سعرها عالي. وبكده نكون خلصنا الفيديو. اللي عنده اي استفسار يكتبه تحت في الكومنتات. ما تنساش اللايك والشير واشترك في القناه عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد. مع السلامه.